فالحمد لله هو شكر لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وكم من قلب ضاق ثم انشرح بفضل الله ورحمته، وكم من شخص كان في أشد المحن ففتح الله له أبواب الأمل وملأ قلبه بالسكينة. الحمد لله على كل حال، في السراء والضراء، في الرخاء والشدة، فالله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يبدل الحال من ضيق إلى سعة ومن هم إلى فرج. الحمد لله دائما وأبدا، فهو أرحم الراحمين. كن صبورا في كل شيء، حتى في لحظات الألم والوجع، فإن الصبر هو مفتاح الفرج. تذكر دائما أن كل لحظة تمر مهما كانت قاسية فهي جزء من اختبار الحياة، وأن الله لا يضع عبئا على أحد إلا بما يطيق. فإذا ضاقت بك الدنيا واشتد الألم، تذكر أن رحمة الله أوسع من كل شيء، وأنه في كل لحظة قد يفتح لك أبوابا من الفرج لا تتوقعها. قل دائما الحمد لله، لأنه في هذا الذكر الطيب تتجدد الطمأنينة في القلب وتبتهج النفس.